تنطلقوا من الواقع ولا تفتقروا للخيال في ذات الوقت. وأتصور أن واقع الأزمات والتعامل معها لابد أن يحتل مكانة مهمة على الأجندة العربية، خاصة في ضوء التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على هذه المنطقة العربية. ولا شك أن أزمة الغذاء وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد تمثل أولوية مهمة، ونأمل أن تشهد القمة تدشينا لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يعاني منها العالم العربي، فضلا عن الأوضاع الاستثنائية والطارئة في بعض دولنا، ومنها الصومال على سبيل المثال، والذي يقف نحو نصف سكانه على شفا المجاعة. ثانيا، يتجه العالم كما نرصد جميعا صوب المزيد من الاستقطاب والتصلف في المواقف والتحالفات، بل ويقترب من حرب باردة حادة، وتعكس الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يمكن أن تؤدي إليه صراعات القوى الكبرى من تبعات بالغة السلبية على كافة الدول، حتى تلك التي لا ناقة لها ولا جمل في الصراع. وتقتضي المرحلة القادمة تنسيقا مستمرا بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة، وتعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية، وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى. ثالثا، لا زالت الأزمات العربية في عدد من دولنا تمثل جراحا نازفة مثل تستهلك الموارد والإمكانيات وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتضف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة. وأقول بصراحة أن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات على نحو جماعي وفي إطار الجامعة العربية لا زال أقل من المأمول والمطلوب، وإن العالم في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة قد ينسى أزماتنا أو يتناساها، مثلما يحدث حاليا مع القضية الفلسطينية، وهو ما يفرض علينا جميعا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا. إن هذه الأزمات لم تثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغرات نفست منها قوى إقليمية غير عربية لتمارس أدوارا تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها. وأود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تعاني منها يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية. رابعاً، تمر القضية الفلسطينية مثلما قلت بمرحلة صعبة تنذر بما هو أسوأ وأشد خطراً. إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، غير عابئ بأن سياسات العنف والقمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو وتقوض الأساس الذي يمكن أن ينهض عليه حل الدولتين في المستقبل. وفي المقابل نرى أطرافا دولية لا تدافع عن هذا الحل سوى بالكلام الإنشائي والخطب الرنانة،
من دون أي خطة عملية لإطلاق عملية سلمية جادة أو أي عمل فعلي لصيانة حل الدولتين أو منح الفلسطينيين ضوءا في آخر نفق الاحتلال الطويل. وأقول من دون مبالغة أو رغبة في شحن الأجواء أن الأوضاع في الأراضي المحتلة كما نتابعها يوميا على شفا الانفجار، وإن الرهان على استمرار الوضع القائم إلى ما لا نهاية مثلما تتصور إسرائيل رهان خاطئ ومضلل. إن المرحلة الحالية تقتضي منا عملا جادا من أجل تعزيز الصمود الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. ولا شك أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالجزائر مؤخرا يمثل خطوة على الطريق الصحيح، ونتطلع جميعا إلى ترجمة عملية لهذا الاتفاق والتزاما من جانب الفصائل الفلسطينية بتطبيق بنوده. ولقد شاهدت على مدى عقد كامل كثير من الاتفاقات توقع وتنسى. آمل أن هذا الاتفاق يتم تنفيذه. خامسا وأخيرا، تظل الجامعة العربية ولكي تستمر في أداء رسالتها في حاجة إلى دعمكم جميعا، سواء بالإيفاء بالمساهمات بحسب الحصص المقررة للدول أو بالانخراط النشط في أعمالها في كافة المجالات وأوجه النشاط التي تنتظم تحت مظلتها. وأقول بكل إخلاص أن هذه المنظمة الإقليمية لديها من الإمكانيات والقدرات والخبرات البشرية ما يمكنها من القيام بأدوار أوسع وأكثر تأثيرا في إطار العمل العربي المشترك ومجالاته المختلفة. وفي المحصلة تبقى الجامعة معبرة عن مجموع إرادات الدول العربية أعضائها، وقوتها وفاعليتها مستمدة من هذه الإرادة الجماعية وحدها. ونتطلع جميعا إلى أن تكون هذه القمة علامة فارقة على تنشيط العمل العربي المشترك وتجديد دمائه وتعزيز فعالياته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على كلمته المهمة، وأعلن إنهاء أو انتهاء الجلسة الافتتاحية. أود أن أشكر جميع أفراد أسرة الإعلام أصدقائنا، وأدعوهم للتفضل بمغادرة القاعة لنتمكن من مواصلة أشغالنا في جلسة مغلقة. شكرا، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله لتطلعوا على أعمالنا ونتائج أعمالنا بكل شفافية. شكرا لكم. نعم، رفع الجلسة؟ لا خلاص.